اسمعوا الخلاصة في برنامج على الماشي. ازيكم؟ الاخبار عاملين ايه؟ الحلقه بتاعت النهارده دي الموضوع اللي هتكلم فيه من اقرب المواضيع لقلبي، بسبب ان انا هتكلم عن مدينتي عشان اسكندراني، وهتكلم عن اسكندريه. في ناس بتحلم تبني بيت، وفي واحد كان حالم يبني مدينه كامله على البحر. الاسكندر الاكبر، الشاب اللي كان عنده طموح يوصل للعالم كله، وهو راجع من غزواته بص على شاطئ البحر الابيض وقال هنا هتبقى مدينتي. كانت سنه 331 قبل الميلاد، والمكان ساعتها كان قريه صغيره اسمها راكوتيس، بس عينه ساعتها شافتها غير كده، شافتها عاصمه وميناء تربط الشرق من الغرب. في خلال سنين قليله اتحولت اسكندريه من رمله وموج لمدينه مخططه لاول مره في التاريخ بشكل اليوناني الكلاسيكي، شوارع مستقيمه وميادين ومعابد ومكتبه وميناء ضخم. اتقسمت لحاجتين، مدينه ملكيه على البحر والمدينه العامه للسكان. كان فيها ميانين كبار بتخلي السفن تدخل وتخرج كانها محطه عالميه، والمهندس اليوناني دينوقراطس هو اللي رسمها. والاسكندر قال له خليها مدينه يعيش فيها العلم والتجاره مع بعض، وده فعلا اللي حصل. اسكندريه بقت العاصمه الثقافيه والتجاريه لمصر. ودلوقتي خلينا نبدا نتكلم عن مكتبه اسكندريه والمناره. يا سلام بقى على ايام المكتبه القديمه، كانت اول مكتبه عامه في العالم، ويقال ان كان فيها اكتر من 700 الف مخطوطه. يعني كان جوجل بتاع الفتره دي. اللي كان بيدخل زمان من اسكندريه ومعاه كتب كانوا بياخدوه منها ويصوروها بالطريقه القديمه، يعني كانوا بينسخوها ويرجعوا له نسخه، والنسخه الاصليه بتروح بالنسبه بقى المناره تحفه من عجائب الدنيا السبعه. مناره فورس اول برج من نوعه في العالم، ارتفاعه حوالي 130 متر، ومن فوق كان فيها النور اللي بيهدي السفن. اسكندريه في الوقت ده كانت ايقونه العالم القديم، بس للاسف الدنيا ما بتفضلش على حالها. الاسكندر مات بدري واسكندريه دخلت في عصر جديد مع الرومان، بس فضلت عاصمه مصر بس تحت حكم روما، وبعدها وقعت تحت الحكم البيزنطي وتحولت مركز للمسيحيه واتبنت فيها كنايس كتير. بس كمان بدات المكتبه تنهار والمناره تتاثر بالزلازل. في القرن الرابع الميلادي المكتبه اللي كانت مناره العلم للاسف اتحرقت. هو الرمز ضاع بس الروح ما راحتش. سنه 641 ميلاديه دخل عمرو بن العاص مصر، وبكده دخل الاسلام في الاسكندريه. المدينه بدا يتغير في ملامحها وهويتها، فبقت مدينه مصريه اكتر مش مجرد مستعمره رومانيه. بس حتى بعد التغيير ده فضلت اسكندريه مدينه البحر، مينا وسفن وبيتجمع فيها التجار من كل العالم. تخيل المدينه دي اهلها كانوا بيتكلموا كذا لغه، عربي، قبطي، يوناني، ايطالي وشويه فرنسي كمان. في عصر الفاطمي والمملوكي اسكندريه بقت بوابه مصر للعالم، اتعمل فيها اسوار، ابراج ومساجد عظيمه زي مسجد المرسي والعباس. في العصر المملوكي بنيت قلعه قايتباي سنه 1477 في نفس مكان مناره فاروس اللي كانت وقعت وقتها. يعني القلعه دي حرفيا واقفه فوق انقاض واحده من عجائب الدنيا. نيجي بقى لمحمد علي باشا، الراجل ده كان بيحلم يخلي مصر دوله قويه، وما نسيش اسكندريه ابدا. ده فتح ترعه المحموديه عشان يربطها بالنيل، طور المينا وبنى مصانع ورجع الحياه للمدينه من تاني. ومن ساعتها الاسكندريه بقت تاني عاصمه لمصر ومقر الحكم الصيفي ووجهه للاوروبيين اللي جم يعيشوا فيها. اوروبا على البحر، وهو ده العصر بقى اللي كانوا بيقولوا عليه اسكندريه الجميله. وكان ساعتها الايطاليين والارمان واليونانيين واليهود والمصريين بيعيشوا فيها، عايشين جنب بعض، بيشتغلوا ويبنوا وبيغنوا. والمعمار ساعتها كان تحفه، عمارات عليها زخرفه وبلكوناتها من حديد وكافيهات فرنسيه وسينمات يونانيه. كانت الاسكندريه ساعتها اوروبا على البحر المتوسط. الميناء بتستقبل سفن، والمدينه مليانه حياه وثقافه. والمدينه دي اتولد فيها فنانين ومثقفين اللي غيروا شكل الثقافه المصريه. اسكندريه كان ليها دور مهم جدا في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، بس لما قامت الحرب المدينه كلها اتقلبت. الاسكندريه في الحرب العالميه الثانيه كانت قاعده بحريه مهمه جدا، وتعرضت لهجمات جويه قويه جدا من الالمان والايطاليين، وفي اجزاء من المدينه اتدمرت لكنها صمدت علشان اسكندريه زي موج البحر يضرب ويرجع اقوى. وفي عهد جمال عبد الناصر المدينه بقت مصريه اكتر من ناحيه التركيبه السكانيه، علشان الناس الاجانب رجعوا بلادهم والمصريين من كل المحافظات راحوا يعيشوا هناك. اتغير شكلها وتوسعت بس الروح القديمه بتاعتها لسه موجوده، السينمات والكورنيش والترام والمكتبه اللي كل العالم لسه فاكرها. يعني من الاخر اسكندريه مدينه ما تتعوضش. وفي سنه 2002 رجعت وفتحت مكتبه الاسكندريه الجديده، وده بيوريك ان المدينه دي مهما عدى عليها ازمات بترجع اقوى من الاول. مكتبه الاسكندريه هو مبنى ضخم على البحر بيشبه قرص الشمس اللي طالع من الميه، وفيها ملايين من الكتب والمعارض. والكورنيش كمان اتجدد، وبرج العرب بقت مدينه جديده في الاسكندريه، والميناء بتاعتها اتطورت انها بقت اكبر ميناء في مصر. وقت ثوره يناير 2011 اسكندريه كان ليها دور مهم جدا، من اول المظاهرات اللي خرجت من محطه الرمل لغايه التغييرات اللي حصلت في المدينه بعد كده. بعد ثوره 30 يونيو 2013 بدات الدوله تشتغل على تطوير البنيه التحتيه للمدينه، زي توسيع الكورنيش واصلاح الطرق وتطوير محطه الرمل وكفر عبده والمنشيه. بس التحدي الحقيقي ان احنا ازاي نحافظ على روح المدينه رغم الزحمه والتطورات اللي فيها. اسكندريه دايما في تطور، بس دايما اهلها حاسين ان روحها زي ما هي. وبعد كل ده اسكندريه مش مجرد مدينه على البحر، هي حكايه بقالها الاف السنين، من الاسكندر لقايتباي لمحمد علي للمكتبه الجديده. الاسكندريه مش مجرد مدينه، هي حاله فيها حنين، فيها صوت الموج، فيها تفاصيل الناس اللي ماشيه. كل شارع هنا فيه قصه، وكل عماره عارفه حكايات بس عمرها ما قالتها. لو وقفت على الكورنيش دقيقه وسكت هتسمع البحر بيهمس لك بحكايات اللي محدش كتبها، اكنه بيقول لك ان لسه الحكايه مكمله.